مرحلة دراستك وخصوصا فترة الثانوية تعتبر واحدة من أهم مراحل عمرك، لأنها اللي بتحدد طريقك اللي هتكمل فيه بقية حياتك بعد كده، وبتحدد اللقب اللي هيكون قبل اسمك سواء دكتور، أستاذ، مهندس. هقولك على خطوات بسيطة لو عملتها صدقني هتفرق معاك جدا وهتغير كتير من طريقة مذاكرتك. بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة عايزك تعملها إنك ترفع سقف أحلامك لفوق. يعني لو حلمك إنك تدخل كلية زي تربية أو هندسة أو طب، فأنا مش عايزك مجرد إنك تحلم تدخل الكلية دي، لأ. بالعكس. absolutely. أنا عايزك تحلم إنك تطلع الأول على الجمهورية. احتمال في الآخر إنك مش هتقدر توصل للحلم ده، بس اللي أنا متأكد منه إنك هتجيب مجموع يدخلك الكلية اللي بتحلم بيها وإنت حاطط رجل على رجل. تعالى بقى يا سيدي أقولك إزاي تقدر تجيب المجموع اللي بتحلم بيه. تعال. مبدئيا لازم تخصص مكان محدد بس للدراسة، مش بتعمل فيه أي حاجة غير إنك بتذاكر. يعني ما تروحش تقعد على السرير وتقول لي أنا بذاكر، لأ. كلنا عارفين إيه اللي بيحصل بعديه على طول. فالمفروض يكون عندك زي مكتب أو ترابيزة بتذاكر عليها. النقطة التانية وهي إنك لازم تنظم وقتك. في الوقت اللي تلاقي نفسك فيه مش مركز ومش قادر تستوعب اللي بتقراه، حاول تستغل الوقت ده بإنك تعمل جدول زمني. ده ينفعك في إنك ما تتزنقش في الوقت بعد كده والمذاكرة تتراكم عليك. طب الجدول ده بقى شكله هيبقى عامل إزاي؟ ايوه، قول له بقى. والله تقدر تعمل حاجة بسيطة بالشكل ده. هتقول عندي مادة مثلا زي العربي محتاج أذاكر النصوص بتاعتها، بس النصوص رخمة وممكن تاخد مني شوية وقت، لذلك أنا هديها ساعة من وقتي. فبالتالي هذاكرها من الساعة 8 مثلا لحد الساعة 9. بعد كده عايز أذاكر القصة، بس أكيد هكون محتاج أريح بعد مذاكرة مدتها ساعة للنصوص، فهاخد 10 دقايق بريك الأول. والقصة كده كده سهلة مش هتاخد مني أكتر من تلت ساعة. بعد كده هحتاج أذاكر الإنجليزي، فأحفظ الكلمات في حدود ساعة إلا تلت. وبعد كده هاخد بريك 10 دقايق وأحل الواجب في حدود نص ساعة، وهتكمل بقية المواد بالشكل ده. المهم إنك ما تضيعش وقت كتير في الجدول ده. يعني ما تقعدليش بقى تزين وتلون. أعمال الجدول ده كده كله على بعضه ما تاخدش منك أكتر من 5 دقايق بالكتير. لو زودت عن كده يبقى انت بتضحك على نفسك وعايز تضيع وقت. خليني بقى اصدمك واقولك انك بنسبة كبيرة مش هتعرف تمشي على الجدول ده. طب ايه لازمته؟ اعيله كلمه. بص نفسك. فكرة انك عامل جدول هتخليك تحس قوي قوي بالوقت وهو بيعدي، فبالتالي معدل انجازك هيكون اسرع بكتير من العادي بتاعك. وهنا حابب انوه عن طريقة ممكن يكون كتير سمع عنها، اسمها البومو دورو. وفيها انت بتذاكر 25 دقيقة وتستريح 5 دقايق، وبعدين ترجع تذاكر 25 دقيقة وتستريح 5 دقايق، وهكذا. حابب اكون اول واحد يقولك ان دي من افشل الطرق اللي ممكن تعملها، وده لسببين. اول سبب ان عمر الخمس دقايق دول ما هيكونوا 5 دقايق. انت بس لو فتحت الموبايل وقلبت في منصة زي الفيسبوك او اليوتيوب شوية هتلاقي عدى تلت ساعة على الاقل. تاني حاجة مخك بيكون عامل زي العربية كده بالظبط. العربية علشان تمشي فهي لازم تسخن الأول، فأنت في ال 25 دقيقة اللي بتذاكرهم دول هتاخد منهم بتاع 10 دقايق لحد لما تدخل في مود المذاكرة. تقوم أنت بعديها قاطع مود المذاكرة اللي أنت خلاص دخلت فيه ده ومبوظه. النقطة اللي بعد كده إنك تبعد عن أي حاجة تشتتك، وأكتر حاجة بتشتت معظمنا هو الموبايل. لدرجة إن في ناس الموضوع بيبقى واصل معاهم لمرحلة الإدمان، حرفيا مش قادر يبعد عن التليفون. فأنا عايزك تطلع أي حاجة تشتتك بره الأوضة اللي أنت قاعد فيها، وعلى رأسهم التليفون طبعا. عايزك تروح لوالدك أو والدتك أو أي حد كبير وتديله التليفون وتقول له لو جيت قبل ساعة أخده منك ما تدونيش. وتدخل يا باشا كده زي الشاطر الأوضة بتاعتك، وتحضر كل حاجة هتحتاجها جنبك وتبدأ تذاكر كده مذاكرة رجالة، ها؟ النقطة اللي بعديها إنك تذاكر بالورقة والقلم. مذاكرتك بالورقة والقلم هتساعدك كتير قوي في إنك تركز في اللي بتذاكره. وحاول تستخدم طريقة الخرائط الذهنية، وفيها بترسم الدرس كله كده في شكل خريطة. العناوين الرئيسية بتكون فوق، وبعد كده بتنزل للعناوين الفرعية، ودي هتساعدك إن الدرس كله تقريبا هيبقى في دماغك. النقطة اللي بعد كده إنك تهتم بنومك وأكلك. لو ما نمتش كويس وقعدت تذاكر فصدقني لا هتكون قادر تركز ولا هتكون عارف أنت بتقرأ إيه أصلا. اوعى. لذلك حاول دايما تخصص وقت لنومك من 7 ل 8 ساعات، بحيث ان جسمك ياخد راحته ويساعدك انك تركز وتذاكر، ما يبقاش هو ذات نفسه عبء عليك. وطبعا بالنسبة للأكل حاول دايما تاكل أكل صحي علشان جسمك ياخد كل الفيتامينات اللي محتاجها علشان تقدر تركز وتذاكر. النقطة اللي بعد كده يمكن يكون كتير مش واخد باله منها ومش بيركز فيها، ولكنها في غاية الأهمية، وهي انك تختار صحابك كويس. في مثل قديم ممكن تكون سمعته قبل كده بيقولك الصاحب ساحب. صاحبك اللي لما بتقع بيقومك وعلى طول بيساعدك علشان تبقى احسن، حاول دايما تحافظ عليه. اما صاحبك اللي من عينة يا بطه مش قلنا كل الكلام ده في العيش وبنلخص في الاخر؟ ما تترددش لثانية واحدة انك تخسره.
لانه هيكون حاجه من الاتنين: يا اما فاشل ومش حابب يشوف حد احسن منه، فبدل ما هو يذاكر ويطلع لك لا، فالاسهل له انه يخليك انت ما تذاكرش وتنزل له. يا اما بيكون فعلا بيذاكر. طب ايه اللي يخلي واحد بيذاكر يعمل كده؟ ممكن يكون مش عايز يشوف حد شاطر زيه، او مثلا بيخاف من الحسد. بس المشكله ان كلامه ممكن فعلا ياثر عليك. لو انت المفروض تذاكر مثلا 9 دروس وذاكرت منهم درس واحد بس، فالمفروض انت قدام نفسك تكون شايف نفسك مقصر في حق نفسك وحق دراستك. ولكن لو هو كلمك وقال لك يا اسطى ده انا ما فتحتش الكتاب اصلا، ساعتها هتكون راضي بالمجهود القليل اللي انت بذلته. ولو حد فيكم يعرف حد من النوعيه دي يا ريت يقول لنا في التعليقات، لان انا متاكد ان هم كتير جدا. فلو ليك صاحب من النوعين دول لازم تبعد عنه وترميه ورا ظهرك. النقطة اللي بعد كده وهي إني عايزك تدور لنفسك على حافز. كل لما تزهق من المذاكرة وتجيب آخرك خلاص منها، عايزك تتخيل مدى سعادتك هتكون قد إيه لما النتيجة تطلع وتلاقي نفسك خلاص جبت المجموع اللي بتحلم بيه، ومدى فرحة أهلك وأنت رايح تقول لهم إنك خلاص بعد التعب ده كله ربنا كرمك وخلاص جبت المجموع اللي هيدخلك الكلية اللي بتحلم تدخلها من وأنت صغير، وإنك الحمد لله أخيرا هتعوضهم عن التعب اللي تعبوه معاك طول سنين الدراسة. نختم بأهم حاجة ألا وهي إنك لازم تقرب من ربنا. صدقني مش هتكون بتعصي ربنا وهتتوفق في دراستك، لذلك عايزك بقدر الإمكان تحافظ على صلاتك وتبعد عن أي حاجة حرام. وأفكرك بالإمام الشافعي اللي لما راح للإمام بتاعه يشتكي له إنه مش عارف يحفظ، قال ساعتها مقولته المشهورة: شكوت إلى وكيعة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. في الآخر يا ريت تعمل لنا إعجاب ومتابعة للقناة، لأن دي حاجة فعلا بتساعدنا إننا نكمل. سلام.